شركة بايت دانس دي الشركة اللي عملت تيك توك، وهي اللي طورت لينكس الموبايل فريم ورك اللي اتكلمنا عنه في فيديو قبل كده. جم دلوقتي عملوا اي اي كود اديتور، حاجة كده زي كورزر وفيس كود. المميز فيه انه بيدعم كلاود 3.7 سونيت بشكل مجاني. هل فعلا تراي جامد ولا اي كلام؟ هنعمل في الفيديو ده مقارنة سريعة بين فيس كود وكورزر والتنين الصيني اللي اعلنوا عنه، ونشوف مين فيهم اذكى واسرع لو طلبنا منهم يعملوا ابلكيشن صغير. يلا بينا. لو بصينا على الويب سايت بتاع تريا، هنلاقي هنا يعني هو اول حاجه هم اعلنوا عن موضوع الكلاود 3.7 سونيت اللي هو افيلابل ناو، ده كده فور فري، يعني انت تقدر تستخدم الكلاود 3.7 سونيت بدون ما تدفع فلوس عليه خالص. حلو، دي اول حاجه. الحاجه التانيه اليو اي بتاعتها هنا هي قريبه شويه من الفي اس كود، يعني حتى لو بصينا برضو على كيرزر هنلاقي اليو اي قريبه من في اس كود. بصينا على اي دي اي تاني زي مثلا الجيت برينز فليت، هو اقرب شويه للتريا. يعني هنا التريا عامل طبعا انهانسمنت كبيره، عامل تحسين كبير على اليو اي الاديتور ده. يعني هو حتى لو كان فوركد او متاخد من الفي اس كود هو محسن على اليو اي. اقرب حاجه ليها هو الجيت برينز فليت. تمام، نفس فكره اليو اي، اللهم الا برضو ايه التريا هو ايه محسن الموضوع شكله ايه افضل شويه. ده يفهمنا حاجه ان اغلب الاي دي ايز اللي موجوده دلوقتي احنا بننام بنصحى نلاقي ايه اي دي طالع. دي مشكلة كبيرة، الموضوع بقى ايه صعب الواحد ان هو يعني ايه عايز يعرف ايه الافضل، عايز يقارن كل ده، فما بقاش عنده وقت يشتغل اصلا. كل شوية بتبص على اي دي نازل جديد وعايز تجربه وعايز تشوف هو ستيبل ولا لا، ولا هو اسرع ولا هو احسن ولا هو اذكى. الموضوع بقى ايه متعب وبيشتت الواحد. على كل احنا قلنا بس نتكلم في الفيديو ده على تريا لان واضح ان هو بروميسنج برضه زي موضوع لينكس لما جت شركه بايت دانس عملت الفريم ورك بتاعه الموبايل ابلكيشنز وقالت ان هي هتبقى اقوى، وعدت طبعا ان هي هتكون اقوى واسرع وافضل من رياكت نيتف وفلاتر والله اعلم. فدلوقتي هم نزلوا تريا، وهو زي ما اتكلمنا ان هو طالما اليو اي بقى بالشكل ده كده شيرد زي موضوع كيرزر وزي موضوع تريا وزي موضوع هتلاقي كله قريب من الفي اس كود ده طبعا اللايت مود، بس كله قريب نفس الاستراكشر وكده. جيت برينز فليت، فكلهم بيستعملوا نفس اليو اي. اليو اي دي اسمها موناكو، دي اللي بناها شركه مايكروسوفت. يعني هي شركه مايكروسوفت عامله حاجه اسمها موناكو اديتور، ده عباره عن اديتور، هو طبعا ده براوزر اديتور بس الكور موناكو اديتور ده اللي هي بتستخدمه في الفي اس كود. فاي اي دي تاني عايز يطلع، لو هو ممكن يكون فوركد من الفي اس كود، ممكن يكون متاخد من الفي اس كود زي ما هو كده، حسن وحسين توأم اخد السورس كود بتاع الفي اس كود وعدل عليه عشان يطلع بالاي دي بتاعه. وممكن ما يكونش فوركد من الفي اس كود بس استعمل الموناكو اديتور بتاع الفي اس كود. تمام. احنا لو جينا بصينا هنا مثلا على الدوكيومنتيشن بتاعتهم وحاولنا نسيرش بس عشان نتاكد هل هو مستخدم نفس الاي دي اي ده الاديتور ولا لا. موناكو، اوكي خلونا نشوف. اوبن سورس، اوكي تعالوا نشوف هنا. فهنا اهو موناكو في اس كود، موناكو في اس كود، موناكو في اس كود، فهو اخد الموناكو في اس كود الخاصه بالايه بالمايكروسوفت. طيب ده بقى مش مجالنا، هي معلومه كده قلنا نتكلم فيها لان برضو هم الموضوع قلب صيني خالص، مش الاي دي اي صيني، الموضوع قلب صيني من ناحيه الاي دي ايز كلهم بقوا شبه بعض. تخش ده فيجوال ستوديو كود ولا كورزر ولا ايه، كلهم بقوا شبه بعض، الموضوع يلخبط. على كل خلينا نبدا. فاحنا هنا ده بيستعمل الموناكو او ممكن يكون فورك من مايكروسوفت، الله اعلم هو فوركد ولا لا. تمام، بس بيتكلم هنا ان هم خلينا نشوف بس الفيتشرز بتاعته ايه. بيقول لك هنا طبعا في تشات وكل الاي دي ايز دلوقتي بقى فيها التشات ده. حلو، وهنا تقدر تابلود ايمجز، تدراج وتدروب، بترمي الصوره مثلا تحط له صوره يو اي معينه وتقول له انا عايز ابلكيشن زي ده وتروح تنام هو يجهزها لك. اوكي احنا مش بننام قوي لان احنا قلنا هنروح ننام، بس برضه ستيل الاي اي مش ذكي لدرجه ان هو يديني حاجه انا اكون مطمن يخلصها لي. حلو، عندك هنا طبعا الريزلت مع الفول كونتكست بيكون اقوى وافضل. حلو، efficiency وسمارت في اوتو كومبليشن، هم استشهدوا بحته الاوتو كومبليشن دي، هي موجوده برضه في كوبايلوت. تمام، وشكرا على كده. ده بالنسبه للهوم بيج بتاعته. من ناحيه اي دي اي نفس ايه كل الاي ديز الموجوده اللي هي الفوركد من المايكروسوفت او بتستعمل ايه الموناكو اديتور. حلو، بس الحاجه الكويسه فيهم ان هم طبعا سبورتد للكلاد 3.7 سونيت، دي حاجه كويسه جدا ان هو اصلا يعني الكلاد سونيت غالي جدا يعني بقى. على كل ده هنا طبعا الانترودكشن بتاعته، هنا السبورتد كونتريز، فواضح ان هو مش شغال على كل الدول ولا كل الاماكن. يعني واضح كده ان هو دلوقتي طالع على دول معينه. تمام، تقدر تستخدمه. انا نزلته عندي، ما اعرفش بقى ايه هو هنا موجود هنا ولا لا، بس لقيته افيلابل. يعني لما دخلت لقيت بيقول داونلود ناو وايه وعداني. حلو،
فهو ايه حاطط سبورتد كانتريز، بس واضح ان هو ايه مش بيعتمد على الكانتريز دي، فانت حاول تنزله عندك. تمام. وهنا طبعا السيت اب بتاعه ملوش لازمه، انت خلاص هتسطبه خلاص، بس دي ايه الويلكم سكرين بتاعته انك انت جيت ستارتد. بعد كده بتختار الايه الثيم بتاعك، الدارك ولا اللايت. حلو. في ميزه كويسه طبعا دي موجوده دلوقتي برضه في كل الاي دي ايز، ان انت تمبورت الكونفيجريشن. يعني لو انت دلوقتي عامل كونفيجريشن معين على الفي اس كود، لو انت بتستعمل في اس كود او بتستعمل كيرزر مثلا وحاطط كونفيجريشن معينه، فتقدر تعمل امبورت للكونفيجريشن دي من الاي دي ايز دول، من في اس كود او من كيرزر. حلو. وعندك طبعا هنا في ري كوماند بتاعهم هو. تمام. وخلص خلص الكلام ده كله ملوش لازمه. هتعمل طبعا لوجن برضو على او اكونت وتعمل لوجن بيه عشان يشغل لك الاي اي اسيستنت، وشكرا. تبدا على كده. عندهم هنا بيلدر مود وعندهم تشات. حلو. طيب انا نزلت عندي الكيرزر، لان انا بصراحه ما بستخدمش كيرزر. يعني الاي دي اي ما بعتمدش عليه بشكل كلي في شغلي. انا شغلي كله هو نيتيف، بكتب كود بايدي، وان احتجت الاي اي اسيستنت بدخل على الجي بي تي او اي اي موديل وبساله على حاجه معينه، في حاله ان هو انا عايزه ينجزها بشكل اسرع. انما انا ما بعتمدش خالص، ما بفتحش التشات بتاع الاي اي عندي في الاي دي اي وبقول له اعمل لي كذا وانا قاعد معاك، ما بعملش كده بصراحه. فانا عشان الفيديو ده نزلت كيرزر. ده كان نيتف كونفيجريشن، ما عدلتش عليه اي حاجه، جاست عملت له انستول وخلاص. تمام. ونزلت طبعا التري. حلو. وعندي في اس كود. جميل. وبعدين عملت ابلكيشن صغير. الابلكيشن ده هو نيكد جي اس ابلكيشن. جميل. في 3 فولدرز، يعني فولدر خاص ابلكيشن جوه في اس كود فولدر، وابلكيشن جوه كيرزر فولدر، وابلكيشن جوه تري فولدر. تمام. عملت انستول بس، ما ضفتش ولا اي باكجز ولا اي بلجنز ولا اي حاجه. جميل. وعملت له امبورت كل واحد في الاديتور بتاعه. يعني هنا الفي اس كود. جميل. وهنا كيرزر. حلو. وهنا مين عمنا اللي هو التري. حاجه كمان يعني برضو من ناحيه الموناكو اديتور برضو، يعني ده تري. هنا ده تري. حلو. ده كده ده كده كورزر. جميل. هو يعتبر يعني هو حسن وحسين والله هم اخوات توأم، نفس اللي اوت. اوكي. وعندي انا في اس كود اخوهم. حاجه كمان، انا في الفي اس كود لو فتحت مثلا الكونفيجريشن وجيت في كورزر فتحت الكونفيجريشن، هو كلوند. معروف طبعا ان كورزر هو فوركد متاخد من الفي اس كود. لو فتحت تري برضو الموضوع قريب على فكره. فده برضو بيثبت ان الموضوع كله كشيرد يو اي ما بينهم، ممكن يكون بيعتمد على يعني هنا برضو التري في نفس فكره السايد ناف والكلام ده كله، ان انا توجل السايد بار والكلام ده كله، نفس فكره الفي اس كود كده من ناحيه اليو اي. طيب هنا بقى تري عندي تشات وعندي اي بيلدر. فالتشات هنا بيقول لك feel free to ask questions or seek advice. اساله بنصيحه واساله اي سؤال او اطلب منه نصيحه. جميل. وعندي هنا الكونتكست، وعندي هنا الايمجز، اقدر اضيف صور. وعندي هنا طبعا المودلز الموجوده. حاجه كويسه جدا موضوع الايه السونت. طبعا في الوقت اللي احنا بنسجل فيه الفيديو السونت مش سبورتد اوت اوف ذا بوكس في الفي اس كود. الايجنت مود التحديث اللي عمله الايجنت مود والام سي بي ما كانش موجود اوت اوف ذا بوكس كده فور فري. ده هو قال لك البيد بلانز، الخطط المدفوعه، لو انت هتدفع فلوس هيبقى هنفتح ليك السونت 3.7 الكلاود. انما في تري في 3.7. جميل. طيب لو انا جيت على كيرزر هنا برضو في الوقت اللي بنسجل فيه الفيديو، فانا عندي هنا في الكيرزر مختار الاي اي موديل بتاعي. الكلاينت هو ايه كلاود 3.7 سونت. بس لما اجي هوفر عليه هنا هلاقيه بيقول لي ايه ال 3.7 سونت ده انت هشرجك. يعني انت الريكوست الواحد او التول اللي هتستخدمها هتتشرج 0.05، فانت هتدفع فلوس. جميل. فانا هنا ما اعتقدش ان انا اقدر استخدمه. برضو نرجع تاني، انا ما عنديش اي اكسبيرينس في الكيرزر، ما استخدمتوش خالص، دي اول مره انزله بس عشان فيديو. تمام. وموضوع الاي اي ايجنت ده او ده انا ما بستخدموش خالص، بس نزلتهم عشان نكمبير الثلاثه ونشوف ايه افضل حاجه. فهنا في السونت الكيرزر انا لو فعلت السونت هشرج عليه. انما في التري انا ممكن استخدم سونت 3.7. تمام. مع طبعا الديب سيك الفيرجن 3 كل ده فري. حلو. الحاجات دي كلها فري، المودلز دي كلها فري. بس طبعا عشان نقدر نعمل مقارنه عادله فانا هشغل ال 3.5 طالما هو موجود في الفيس كود والكيرزر، هفعله على الثلاثه واقارن بين من ناحيه الاداء، اشوف هيدوني ايه النتيجه هتبقى ايه مظبوطه فين اكتر واسرع. لان ما ينفعش طبعا ان انا افعل هنا 3.7 واروح اقارن ب 3.85، ده هيبقى كلام فاضي. فخليني هنا التري 3.5
حلو. وعندنا هنا الكيرزر هيبقى برضو مش عايز ادفع فلوس، انا هنا 3.5. جميل. وعندي هنا في الفي اس كود هيبقى برضو في، نقفل بقى الكونفيجريشن دي ونيجي هنا ان احنا قلنا شرحنا طبعا الفي اس كود الابديت بتاعه، الايجنت مود والام سي بي والحاجات اللي هي اللي اتكلموا عليها، وهتلاقي الفيديو بتاعها موجود في الديسكربشن. هنا برضو هختار طبعا ده ايجنت، تمام، واتكلمنا على موضوع الايجنت في الفيديو. وهختار هنا بدل جي بي تي انا عايزه ايه، كلاد 3.5 سونت. جميل. طيب خلونا ناخد الحاجات الضمي زي ما بنقول، أو الاوامر الغبيه. اديله امر غبي واشوف كل واحد هينفذها ازاي. هاجي هنا في الفي اس كود، اول حاجه هقول له give me command to log last 5 commits مثلا on get. هنا انا بقول للفي اس كود اديني كوماند، تمام، تيرمينال كوماند. الكوماند ده هيعمل ايه؟ هيجيب لي اخر خمسه كوميت مسج مكتوبين في الجيت هيستوري. ده بالنسبه لمين؟ للفي اس كود، وانا عامله ايجنت، وده سونيت 3.5. هروح، حلو، هيفضل وركينج. خلينا ايه، سيبك منه ونروح للي بعده. نفس القصه، انا هاخد نفس الكوماند ده كده، البرومبت ده كده، واجي هنا انا هقفل ده، وبرده 3.5 هقول له نفس القصه. وده طبعا ايجنت برضه، يعني هنا ده ايجنت. روح واسيبه يكمل، وبعد كده ايه، هنشوف. وحاجه هنا طبعا خلي برضه ده بدل في الشات خليه بيلدر، لان هو ايه، عشان يبقى بيماتش الايجنت في الفيس كود وفي الكيرسر. تعال نروح نشوف فيس كود عمل ايه. فيس كود هنا قال لي اوكي انت هنا I will run the command to show last 5 كذا، وكتب لي الكوماند هنا وقال لي show last كذا in repo continue. فانا لو قلت له continue هنا اوكي، هيعمل ايه بقى؟ بيعمل ايه؟ هوب، راح جاي فتح التيرمينال وراح جاي ايه، حط الكلام ده. حلو قوي الكلام ده، جميل. لو جينا هنا للتري، اوكي، التري بيقول لي ايه؟ قال لي to see last commit كذا you can use the command get log كذا this will display the 5 most كذا كذا كذا. اوكي، هو قال لي انت روح استعمل كذا، يعني انت بتعتمد عليا ليه؟ ما تروح يا عم تاخد الكوماند ده وتروح تحط. تمام. ده هنا ايه، ده بيلدر صح. طب خلينا نجرب التشات، شوف التشات وضعه ايه. هاجي هنا تشات، اوكي اوكي جميل ماشي. البيلدر حاجه والتشات حاجه. طب خليني ارجع تاني معلش للفي اس كود هنا، وبدل الاسك هخليه مثلا هنا خليه اسك زي التشات. يعني الاسك ده زي التشات فين؟ في التري صح. هقول له هنا انا هنا ايه في الاسك. الاسك هنا اعطاني الكوماند وقال لي روح انت عيش حياتك، انت اتعامل براحتك. ده في الاسك بتاع الفي اس كود. اوكي، في التري التشات، في الفي في التشات جاب لي الكوماند واعطاني هنا طبعا ايه، يعني ايكون ظريف ان انا اقدر ارن. اقدر لو دوست رن هنا هيروح يكتب لي الكوماند. جميل. انا شايف دي حاجه ظريفه، دي حاجه ظريفه جدا كمان. طيب خلينا نروح للكيرزر ونشوف وضعه ايه. الكيرزر هنا جه اعطاني الكوماند ده، وهنا قال لي ask every time، وقال لي هنا ايه cancel، وعندي run command ظريف برضه. يعني الكيرزر هنا ايه، ذكي. run command الكيرزر راح جاي راح ايه، هوب هوب هوب، عمل ايه هنا، عمل ايه ده، اوكي، ده عمل لها run جوه هنا في واضح ان في integrated terminal. طب لو قلت له pop out terminal كده، فتح لي التيرمينال هنا وعمل ايه، ظريف الكيرزر، ظريف. طيب ده بالنسبه لاول كوماند. حلو. طيب خلونا بقى ايه، نعمل حاجه تانية. هنيجي هنا اطلب منهم حاجه الى حد ما تكون صعبه شويه واشوف هينفذوها ازاي. هاجي هنا للفي اس كود، خلينا احنا بنبدا بالفي اس كود. اوكي، هاجي هنا الفي اس كود هقول له كرييت سامبل، سمبل مش سامبل، سمبل كالكيوليتر، تمام، لايك اي او اس. جميل. on the current next.js application. اعمل لي كالكوليتر بسيطه زي اللي موجوده على الايفون. حلو. في البروجكت اللي موجود دلوقتي اللي هو نيكست جي اس بروجكت ده كده، ايه اول واحد. حلو. طيب وممكن اقول له حاجه ثانيه، use types instead of interfaces please، عشان لو جه عمل لي انا مش عايزه يستعمل انترفيس يستعمل التايبس. ده بالنسبه لمين؟ للكود اللي هو الفي اس كود. خلوني اخد الكوماند ده هنا فين، انا هنا فين، بس خلينا نغير طبعا بدل الاسك نخليه ايجنت عشان يبدا يكتب. حلو، ده كده اول واحد. الحاجه الثانيه هاجي هنا في التري، واجي هنا للبيلدر وهقول له هنا في البيلدر نفس القصه. الحاجه الثالثه هاجي هنا في الكيرزر، والكيرزر
هاجي هنا، ده طبعا ايجنت برضه، هقول له يا عم ايجنت روح اعمل لي ايه ده. حلو طيب، خلينا نرن ونجيبهم الثلاثه ايه جنب بعض نشوف وضعه ايه. انا هرن ده طبعا 3 بوينت، ادي واحد، والتري سنت، اوكي، والكيرسر سنت. خلونا نشوف التري لو جبته كده، اوكي، ده ايه التري عمال ايه، وعندي هنا ايه ده الكيرسر، يس ادي الكيرسر. خلينا اجيب الكيرسر كده واشوف الثلاثه ايه وضعهم ايه. الثلاثه شغالين هوب، عندي ده لسه شغال، ده هنا كده ايه ده الفيس كود، اوكي، بيعمل الكالكوليتر فايل، وعندي ده هنا كده تمام. هو التري شكله خلص على فكره، لا لسه شغال والله، ده هنا التري شغال، وده هنا لسه ايه ده لسه ايه مسهل، لسه بيشوف الكالكوليتر دوت تي اس جي تي اس 6 تمام. هنا كالكوليتر موديل، وده هنا في البيج. هو الكيرسر بيعمل ايه؟ اوكي، لا والله ده عمل والله، ده عمل، ايوه يا عيني، عمل خلص الكالكوليتر هنا دوت تي اس 6، اوكي. وهنا طبعا الفي اس كود اشتغل من دماغه وراح عمل تايب سكريبت فايل، ما عملهوش اصلا تي اس اكس، عمله تي اس بس. ده عمل هنا ده التايب، لان انا طلبت منه ان هو يعمل تايبس مش انترفيسز. نايس، حلو جميل والله ذكي. وراح جاي راح عمل هنا الكومبوننت، اوكي، وهنا عمل ابديت للبيج، جميل. وده هنا ايه ده فين في البلاله ولا بيعمل ايه ده اللي هي التري؟ التري بيعمل ايه؟ التري خلص ده كده، اوكي، كونتينيو هنا، اوكي. والتري بيعمل ايه؟ وصل لفين التري؟ التري خلص شكله، جريد كذا والله التري خلص، التري خلص، وده لسه شغال، يعني هنا التري خلص. نايس، ايوه، لا ده لسه شغال برضه، لا لسه شغال، لسه شغال يعني. وده لسه شغال، ده بيشيك بيعمل تشيك طبعا، وده هنا لسه شغال. والكيرسر ايه الاخبار؟ اوكي، الهمه يا شباب، كل واحد شغال ايه في وادي. حلو، التري ده التري اللي في النص خلص، وقال لي تقدر تعمل ران. وكمان الفي اس كود نايس خلص برضو، اوكي. هنا يو كان ايه ران ذا ديفلوبمنت سيرفر، نايس. ولسه كيرسر لسه ايه شغال، اوكي يا مسهل، حلو قوي. ده كالكوليتر السنتر ان ذا بيج كذا كذا، حلو قوي. انت كده خلصت ولا لسه؟ يو كان ناو ران، يو كان ناو ران، حلو قوي. طيب جميل، ويتنج تو ريسبونس هنا انت خليك مستني. طيب خلونا ايه نفتح واحد واحد. هنيجي للفي اس كود اول حاجه، واقول له هنا npm run dev، جميل. ده بالنسبه للفي اس كود، فده هيطلع على بورت ايه 3000 صح كده المفروض، بس خلونا نشوف ايه وضعه. طيب وعندي هنا في التري، لو انا بقى خلونا اجيب التري ده هنا في السنتر، اوكي. عندنا التري في حاجه اسمها هنا ايه ران، هدوس ران كده مره واحده ونشوف هيعمل ايه لو عملت له ران. جميل، حط الكوماند على طول هنا في التيرمينال، وبيعمل ايه بيكسكيوت الكوماند ده، اوكي. طيب ايوه، رايح فين؟ checking if development server started successfully to ensure كذا، ماشي. we can preview كمان، يعني حلو حلو. هنا كمان في preview، البريفيو دي فيتشر موجوده في التري. انا عمال اجري وراه، حاط لي زرار بجري وراه في التري كده. في بريفيو يعني في انتجريتد براوزر، انا ما اعرفش الانجن اللي شغال عليها اللي هو كروم ولا فايرفوكس ولا الانجن، بس هو يعني فيتشر كويس ان انا ممكن ابريفيو الحاجه هنا. ما اعرفش برضو بصراحه موجوده في كيرزر ولا لا، بس هنا هيفتح لي ايه السيرفر ده. فخلونا نقفل ده، ملوش لازمه. هو هنا بيقول لك ان البورت ده ان يوز، تمام، ده ان الفي اس كود استخدم بورت 3000، فده بورت 3001. خلونا نشوف كيرزر، نيجي هنا ده برضو سنتر، خلونا ده هنا سنتر تمام. ونيجي هنا npm run dev، يلا بينا. وهنفتح الفي اس كود، هروح على البورت ال 3000 واشوف الفي اس كود عمل ايه. ده ايه ال 3000 ده في اس كود، حلو. و ال الكيرسر 3000 وكام؟ 3000 هيبقى 3002. التري هو 3001، جميل. والكيرسر هو لسه بيقوم، اوكي، قام على 3000 ايه و2. هنشوف الثلاثه دول، حلو نايس. اول واحد الفي اس كود ده الشكل بتاعه، طلع لي الازرار طلع لي الازرار بره،
اوكي ده ايه ده الفي اس هنيجي هنا. ده التري ده صح تري ده شكل التري. أنا ما اعرفش هو عمل ايه بالظبط، لا مؤاخذه. فين يا ابني فين يا ابني اللي ضربته منك؟ ده التري. نيجي للتالت اللي هو الكيرزر. الكيرزر ضرب مننا، الكيرزر ضرب خالص. الكيرزر ما فيهوش يوز كلاينت طبعا. تمام، هنيجي هنا ونقول له ايه؟ يوز كلاينت. حلو، اسيف هنا الكيرزر واروح ربنا يكرمه مثلا ويشتغل. هنشوف جايب لنا ايه الكيرزر. يعني يس، في هنا مشكله بادنج شويه، الموضوع شيفتد بس يعني ايه، اظرف يعني كده. بصوا اظرف شويه من الايه، الفي اس كود. حلو، بس يعني الاثنين برضو النتيجه هي شغال. بس طبعا اليو اي برضو محتاج انهانسمنت. ده اكبر دليل ان احنا ما نعتمدش على الاي اي بلايندلي كده واحنا مغمضين. انا محتاج ان انا ابص على شغله واعدل عليه وبتاع. وده برضو يثبت، بيثبت نقطه ان اللي هيستخدم الاي اي فور فايب كودنج لازم يكون فاهم السنتكس كويس، ولازم يكون فاهم اللغه اللي شغال بيها. يعني ما ينفعش واحد مبتدئ يروح يعمل فايب كودنج، هيلبس في الحيط، هيودي الدنيا كلها في داهيه. ممكن يستعمله ان هو بس يقرا او يفهم او يعتبرها مدخل للبرمجه او الديفلوبمنت او بتاع. ده التري. ما اعرفش التري مش عايز يشتغل ليه، بس هو عمل حاجه. عندي هنا كالكوليتر، والبيج دي فين؟ البيج دي ده دي راوت اسمها كالكوليتر. ده انا في حته ثانيه. اوكي معلش، كالكوليتر. تمام، هنيجي هنا. يا عيني عليك، يا سلام يا سلام، والله حلو كده. اوكي كده وكده. يعني هو كنتيجة التري، اوكي، هو يعتبر انضفهم كريزولت. حلو. وعندي هنا ده الكيرزر، وعندي هنا ده ايه؟ الفي اس كود. تمام. طيب وللامانه، بس للامانه انا ممكن اجرب نفس البرومت مره تانية، تري يضرب والفي اس كود يضرب واسمه ايه ده كيرزر يطلعه بشكل افضل. فهي القصه كلها ان ممكن مره يشتغل كويس، ممكن مره يضرب. يعني انا كنت بجهز الفيديو، كان في فيديوهات قبل كده اتكلمنا فيها على موضوع الاي اي اسيستنت. فنكس جي اس ضرب مننا في فيديو من الفيديوهات اللي اشتغلنا عليها، ما حطش اليوز كلاينت مثلا، فدلوقتي حطها. فهو واضح ان انت مره ممكن يظبط معاك، مره يفايل معاك وبتاع. ده برضو اكبر دليل انت ما تعتمدش على الاي اي وانت مغمض عينك. عندنا بنقولها ان هي عمياني، ان هو يخلص لك كل حاجه. محتاج تبص وراه، محتاج تتاكد الكود ده مظبوط ولا لا. اوكي طيب، مين عمل هنا؟ ده الفي اس كود عمل لي تايبس، ما استعملش انترفيسز. دي حاجه محترمه طبعا، سمع الكلام اللي قلته له. وجي هنا عدل لي طبعا على البيج والكلام ده كله، وعمل لي هنا الكالكوليتر. ادي الكالكوليتر كومبوننت، جميل. وحط اليوز كلاينت لان عارف ان ده كلاينت كومبوننت. وعندي هنا حط الموديل اللي هي ايه؟ الستايلز بتاعتها السي اس اس. جميل. طيب ما كانش فيه تيل ويند، ما عملوش تيل ويند صح؟ كالكوليتر، هل هنا في تيل ويند؟ لا لا ده كده اللي بعديه ما حطيناش تيل ويند صح؟ يس، ما طلبناش منه تيل ويند. لو جينا ده هنا ما حطيناش برضو تيل ويند. وهنا عمل ايه؟ تايب سكريبت. خلونا نشوف. ادي كده البيج. هو عمل كله جوا بعضه ولا ايه؟ يعني هنا والله ده ولا عمل كومبوننتس ولا عمل اي حاجه، حطها كلها ايه؟ سباكيتي مع بعض كده. حط الفايلز كلها مع بعض والدنيا كلها مع بعض. فايه يعني؟ هو الشكل طلع كويس بس الكود كله في حته واحده صح؟ ادي بوتونز يس، لف عليهم اوكي وخلاص وشكرا، وعمل الستايل خلاص جاي من الستايل. فهو هنا ما كريتليش ديفرنت كومبوننت للكالكوليتور از كومبوننت. تمام، ريوزابل كومبوننت حطه في صفحه الهوم او صفحه البيج اللي هي الراوت البيج الصفحه. تمام، ما كريتش ديفرنت كومبوننت. وفي التايبس، هل استعمل تايبس ولا استعمل حماده ولا استعمل ايه هنا؟ هنا استعمل ايه؟ ده هنا ستيت هوب راح ده كده، ده تايب يس مش انترفيس. استعمل تايبس ايه؟ ماشي، ظبط معانا جميل. طيب نيجي للثالث، الكيرزر. الكيرزر عمل ايه؟ الكيرزر راح قال لك انا هعمل لك فولدر اسمه كومبوننت، والله ذكي. تمام، وهحط لك جواه فايل اسمه كالكوليتر. جميل. وادي التايبس جوه نفس الفايل نفس الكومبوننت ده، وهحط لك اللوجيك بتاعي حلوين، واظبط لك الدنيا وبتاع. والستايلز هروح ارميها لك في كالكوليتر ستايل اللي هي الموديول. جميل برضه، مش وحش مش وحش. وهو كل واحد سبحان الله، مع ان هو نفس الاي اي، يعني هو نفس الموديل. احنا كلنا الكلاود 3.5 سونيت، بس الكلاينت ده على اي دي اي كل واحد بيتعامل بطريقه مختلفه. سبحانك يا ربي. حاجه كمان ان انا ممكن نفس الكلاينت ده، يعني لو انا جيت حذفت البروجكت ده من هنا وجيت بديت من اول وجديد، لو انا بستعمل كيرزر مثلا وبديت من اول وجديد وبعت له نفس البرومبت، النتيجه هتبقى مختلفه عندي.
وحذفت وبعت له نفس البرومبت، النتيجه هتبقى مختلفه من عندي. وهو لازم ابص ورا الاي اي اسيستنت، لازم اتاكد. بس هو كنتيجه لو بنتكلم كفيجوال نتيجه في النهايه، انا شايف التري هو انضفهم كنتيجه. من ناحيه الكود، التري الكود بتاعه مش احسن حاجه. التقسيمه كستراكشر كان ده مين ده؟ يس، التقسيمه كستراكشر افضلهم كان كيرزر، من ناحيه ان هو حط الكومبوننتس في فولدر اسمه كومبوننتس. والفيجوال ستوديو كود عمل حاجه حلوه جدا، اللي هي حط التايبس في فايل خاص بالتايبس، فولدر اسمه تايبس. والله ده جميل. يس، الفي اس كود ده عمل حاجات ما خدناش بالنا منها. عمل فولدر للكومبوننتس وفولدر للستايلز وفولدر للتايبس، وحط التايبس موجوده في فولدر التايبس، وحط الكومبوننتس جوه الكومبوننتس، وحط الستايلز جوه الستايلز. سمارت ذكي 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 جدا، مع ان سبحان الله هو نفس برضو الموديل. اوكي، ده بالنسبه على الفي اس كود. نيجي ليه الكورسر، قلنا عمل فولدر واحد يتيم اسمه كومبوننتس، ورمى فيه السي اس اس، ورمى فيه ايه الكومبوننت ده، وراح عدل طبعا البيج هنا عشان يعمل امبورت للكومبوننت ده. جميل. تري هو لا، راح قال لك لا يا عمي، وانا لسه هعمل كومبوننتس ولسه هوجع دماغي. بقول لك ايه، انا هكريت لك راوت اسمها كالكوليتر وهرمي لك فيها كل حاجه، وانت ظبط امورك بقى. تمام. فهو مشى بابروتش مختلف. التري والكورسر اشتغلوا على نفس الراوت اللي هي البابليك راوت اللي هي الهوم بيج بمعنى صح. تري ماشي بابروتش مختلف، قال لك بدل ما ابوظ البيج اللي هي الهوم بيج بتاعت الابلكيشن، لا، انا هكريت راوت جديده، صفحه تانية او لينك اسمه كالكوليتور، وارمي له فيها الحاجات، هو بقى يخش ينظف براحته ويظبط الامور براحته. جميل. فاحنا لغايه دلوقتي ظهر معانا تري وغير الكيرزر وغير الوين سيرف غير الزد غير اكتر من اي دي اي، كلهم ليهم مميزات وليهم عيوب، بس بيتشاركوا بنسبه كبيره في موضوع اليو اي وموضوع الاي اي اسيستنت. ممكن يكون كيرزر اذكى، ممكن يكون كيرزر فيه امكانيات اعلى، ممكن يكون في اس كود مميز في حاجه، ممكن يكون تري افضل في حاجه. كل واحد بيتميز بحاجه عن الثانيه. احنا يهمنا انت تكون مستريح فيه وبتعرف تشتغل بيه وبتطلع النتيجه اللي انت عايزها. ونشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.